صباح الورد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. حبيت ان انا اشارككم فرحتي وابارك للشيخ جمال الدقناوي او الشاعر استاذ جمال الدقناوي على اصدار اولى اعماله الادبية باللهجة العامية والصبغة الدينية والريفية الأصيلة، اللغة السلسة البسيطة اللي توصل لجميع القراء. ببارك له على أول ديوان ليه. الحقيقة الشيخ جمال ليه إصدارات دينية كتير جدا، ولكن ده أول ديوان. وطبعا كتب لي إهداء جميل جدا بشكره عليه، إهداء إلى الأستاذة الفاضلة وشاعرة المنزلة الأولى الدكتورة ولاء حجازي. ده شرف كبير ليا يا شيخ جمال، وإهداء قيم وشهادة كبيرة من حضرتك أعتز بها. والحقيقة بحب أبارك له على الديوان، ويا ريت كلكم تقتنوا هذا الديوان القيم، لأن أسلوب الشيخ جمال بالذات في الكتابة بيتميز يعني بالسلاسة والطلاقة، وفيه حكم. يعني الشعر اللي فيه حكمة وفيه معنى وفيه مغزى ديني، وكمان يعني أسلوبه من النوع اللي بيجذب القارئ. فأنا الحقيقة استمتعت جدا بالديوان، وممكن أقول لكم كده بعض مقتطفات كده من أشعاره. والحقيقة كمان أحلى حاجة كمان في الديوان الإهداء، إهداء لروح والده رحمة الله عليه. فده دليل على لمسة وفاء منه، اللي علمه ازاي يمسك القلم، وازاي يتعلم، وازاي يحب كمان حبه للشعر. وما ينساش يعني والده في أول إهداء ليه، وفي أول ديوان ليه. وفي قصيدة كمان اهي. المهم الديوان ده كان متقسم لكام، يعني تقريبا 9 أبواب، ما بين شعر عامي، وما بين شعر في صبغة دينية، وما بين شعر في حكم برضو تربوية، وشعر برضو حلمنتيشي، وحاجات فكاهية جدا وجميلة، وفيها حكمة وفيها فلسفة وفيها فكاهة في نفس الوقت. يعني الديوان كله فيه مغزى. هقول لكم كده بعض يعني المقتطفات منه. في هنا قصيدة اسمها حكمة وقالها أبويا الغالي. بتقول إيه؟ حكمة وقالها أبويا الغالي، ما في صديق في الدنيا مثالي، واللي عدو يكون حقاني أفضل من اللي صديقه ضلالي. والصاحب لو يعرف سرك وتبح له بحلوك أو مرك، خاف منه أكتر من خصمك، لو يقلب سهل إنه يضرك. والله عندك حق يا شيخ جميل. وفي برضو حبه بقى في المنزلة، يا منزلة راجع تاني أخدك يا غالية في أحضاني، ده البعد ياما عذبني والحزن من كاسه سقاني. فدي لمسة وفاء طبعا منه. والحقيقة برضو كاتب هنا عن شخصيات جميلة، شعراء أصدقائنا، فهم هيتفاجئوا بجمال القصائد، ولمسة شكر وثناء منه لأصدقائه وأصحابه. وكمان في هنا قصيدة برضو عايزة أقولها لكم، الحقيقة من القصائد اللي أنا بحبها جدا. أنا أحب أقول الشعر في الناقصين، والندل أقول له يا ندل في عيونه، ونجينا نوصف في اللي ليه وشين، واللي بيغير كل يوم لونه، ما يكفينيش أكتب 7 دواوين، الله يولع في اللي بيخونه. وإيه تاني؟ دنيا وفيها العجب بتوطي وتعلي، لفة الخداع بالدهب والكذب متحلي، هحكي حكاية اليوم للعم متولي، عايش في دور الطيابة بيحج ويصلي، لكن ميراث الغلابة أكله ما بيخلي. في قصيدة تانية، عجبي على إنسان ظالم وطبعه جبان، وبيرمي خلق الله بالزور وبالبهتان، وتملي يأذي الناس ويقول سرقني فلان، ولا عنده أي دليل غير وسوسة شيطان، ولأن طبعه يخون فكره البشر خوان، وتقول له خاف الله يبرم كما التعبان، ويألف الأكاذيب وما فيش في قلبه إيمان، بكرة إله الكون يجازيه بظلم نيران، ولأنه عاش كذاب هيموت ذليل ندمان. قصيدة تانية، دي طبعا مقتطفات من قصايد
آه، الديوان الحقيقة مليان قصايد كتير جدا ما شاء الله. يعني كل باب مكون من 7 أو 8 قصايد تقريبا. آه، وهم 9 أبواب. الغلاف برضو عليه ديوان اهو، القرآن، الفوانيس، علم مصر، الجامع. يعني ديوان بصبغة دينية ووطنية. في على غلاف الديوان برضو الحي الشيخ جمال موظف بوزارة الأوقاف، بأوقاف المنزلة. بيقول العيوب موجودة فينا بس بنخبيها احنا، ولولا ستر الله علينا كنا يا ويل اتفضحنا. مذنبين لكن نسينا، كدابين بنضل روحنا في الخفايا بتلاقينا. الشيطان ساكن في ريحنا وفي العلن تدمع عينينا من خشوعنا ومن صلاحنا. الله عليك يا شيخ جمال. الحقيقة الديوان قيم جدا وجميل جدا، وبنصحكم باقتنائه. وأنا مبسوطة بالهدية القيمة دي. مبارك لك يا شيخ جمال، وعقبال إصدارات كتير بإذن الله، دينية وأدبية وتربوية، ومن نجاح لنجاح دايما، وبالتوفيق دايما بإذن الله، وسنة سعيدة عليك وعلى أولادك. ويا رب تحقق كل أحلام. متشكرة جدا ليك، وكل سنة وانت طيب وبألف خير وصحة وسعادة وسلام في حفظ الله. مع السلامة. ولا حجازي.